حان موعد التركيز على الكرة. إعلان القوائم الرسمية للاعبين الذين سيشاركون في مونديال قطر خطف الأضواء هذه الأيام من كل الحملات السياسية والإعلامية التي شنها الغرب ضد احتضان قطر لبطولة مونديال 2022، وذلك قبل 5 أيام فقط من الموعد، إذ بدأ توافد الإعلاميين والمنتخبات والجماهير إلى الدوحة التي تزينت بألوان الرايات والقمصان وأنغام الأهازيج والأغاني في الساحات العامة والمجمعات والمرافق الثقافية والفنية التي تشهد نشاطات متنوعة منذ أيام. كما شهدت مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية نقاشات فنية تخوض في شؤون الكرة والخيارات الفنية للمدربين وغيابات بعض اللاعبين وحضور آخرين يشاركون لأول مرة في نهائيات كأس العالم على أمل التتويج باللقب لأول مرة، خاصة إذا فاز بها ليو ميسي وكريستيانو رونالدو أو حتى نيمار.